استاذ عباس، اللي بيعرفك حافظ ابو عصام بباب الحاره، خبرنا بهيدا رمضان شو عم بتحضر لهم؟ ابو عصام طالع السنه بباب الحاره ان شاء الله على ام بي سي الجزء التاسع. انا ما بدي احكي عليه، تفرجوا عليه، في حكايه حلوه كثير ان شاء الله تعجب الناس وان شاء الله يحبوها. يعني محبينك انصدموا بديسمبر وقت طلع خبر انه ابو عصام ما رح يشارك بباب الحاره الجزء التاسع، شو كنت صحة هيدا الكلام؟ هي مجرد بروباغندا او انت مزبوط كنت ما بدك تشارك؟ انا اخر واحد بدرى اني انا ما بدي شارك، واخر واحد بدرى اني انا بدي شارك. الحكي علي كثير والحكي على باب الحاره اكثر، بس ثلاث ارباع الحكي يعني له علاقه بصحافه صفراء اذا صح التعبير، او كلام هيك افاده منه بالميديا، لا اكثر ولا اقل. يعني كلام ما له اساس من الصحه. دائما في مصادر ومصادر موثوقه لتلقي الخبر او لتلقي التصريح. انا لم اصرح لا سلبا ولا ايجابا، وبالتالي انا مسؤول عن كلامي ساعه يكون انا اهم شيء في عملي الفني ان اقدم ما انجز، اقدم مشروعي ويبقى عند الناس وامتحن نفسي قدام الناس وان شاء الله نرضاهم. هاي همي انا، اما الاخبار الثانيه يمين وشمال هي ما بتهمني. بس شو تخبرنا عن شخصية أبو عصام هلأ بالجزء التاسع؟ العالم شوي بلشت تمل، في شيء مميز رح يكون بهيدي الشخصية هيدا رمضان؟ أنا فيني أقول لك شغلة واحدة، إنه بهالرمضان إن شاء الله حيشوفوا العالم إنه أبو عصام إجا ولد جديد. كفي هيك. بس بعد شغلة، شو أضاف أبو عصام لشخصية أستاذ عباس؟ يعني كل شخصية بتلعبها بيتقمصها الممثل بتضيف له شيء، شو اللي أضاف لك أبو عصام؟ يعني أهم شيء أضاف لي إني أنا يعني صرت على مساحة كبيرة أمام جمهور كبير جدا ومسؤول عن هذه الشخصية، لأن الناس تعلقت بها وأحبتها. وأنا أتمنى أني أحاول دائما أطلع من جلدي وأقدم يعني أبو عصام وغير أبو عصام بس. لأول مرة حقول إنه في باب الحارة الجزء التاسع، هي
هي ايه. هذا اللي بدي اقوله اليوم. باب الحاره بدي كنت محضر السؤال، شوي عم يخفت بريقه شكرا بالصحافه ولدى السوشيال ميديا، علما انه في بعض كمان عم بحبه جماهيريا هو لساته حتى اللي بينتقدوه بيشوفوه لينتقدوا، له جمهوره، واكيد لو ما كان عمل مطلوب ما بتنجو الشركه وبتغامر. له ناسه. انا بعتبر كمان شخصيه فوزيه لها خصوصيتها، انا بحبها كثير، وان شاء الله بهذا الجزء كمان حيكون في شيء كثير 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 جديد وكثير سبيشال.